يا مساء الخير. الخداع في زمن تسارعت فيه الأحداث وتشابكت فيه العلاقات وانحرفت فيه بوصلة معظم الناس للأسف عن الخير والحق والعدل. تنامت آفة من أسوأ الآفات اللي ممكن تحطم أي مجتمع. والحقيقة الآفة دي تنامت في المجتمعات بشكل رهيب في الفترة الأخيرة، ألا وهي الخداع. خداع الناس اللي بتكذب وبتلف وبتدور وبتحور علشان تحاول تحقق بعض المكاسب الوقتية أو الآنية أو الذاتية لفترة قصيرة، لأن في الآخر أنت هتتكشف. وفي الآخر وغالبا 90% من الناس دي بيبقوا مكشوفين جدا عيانا بيانا، والناس فاهمهم جدا، بس الناس من كتر أخلاقها واحترامها ما بيردوش وجههم بالحقيقة، حفاظا على بعض من كسب الود. في بعض الناس بتقول لك مش مشكله يا عم، خليه يعني ايه يتبسط، مش مشكله. فاكر نفسه ذكي، خليه يفتكر نفسه ذكي. والحقيقه انه بيبقى مكشوف جدا ومفضوح جدا وقليل جدا، وللاسف حقير جدا، لانك بتخدع الناس عشان ايه؟ الناس اللي بتتخدع، وليه ربنا بيذم جدا الناس الخداعين؟ لان انت بتخدع الناس ليه؟ عشان تحقق مكسب مادي؟ رزقكم في السماء وما توعدون. تخدع الناس ليه؟ عشان تحقق مكسب عاطفي؟ يعني ما فيش أسوأ من إن أنت تجد حد يحبك بالكذب. بتخدع الناس ليه؟ عشان تحقق مكسب نفسي. إن أنت، طب أنت ما تواجه نفسك هتلاقي نفسك كذاب وحقير. فليه؟ حقيقة إن ربنا ذم جدا الناس الخداعين دول. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الحقيقة إنهم فعلا بيخدعوا أنفسهم، لأن في الخداع أول حاجة بيخسرها البشر أو البني آدمين اللي بيخدعوا الناس، أول حاجة وهي أهم حاجة ممكن تعيش بيها هي الثقة. والثقة لما بتنجرح وبتتكسر، الحقيقة إنك بتبقى محتاج وقت طويل جدا عشان ترممها وتعيدها تاني. لذلك الناس الخداعين واللي بيلفوا ويدوروا واللي فاهمين نفسهم ان هم اذكياء وناصحين ومفيش حد زيهم، وان هم ما جابتهمش ولاده، وان هم اتوا بما لم ياتي به الاولون، انما الحقيقه هم ناس ضعيفه جدا. لانك لو قادر تواجه نفسك بالحقيقه هتعرف ان انت انسان حقير ووضيع، وما تستاهلش غير ان انت تبقى في اسفل السلم الادمي والبشري. خلي بالكم من الخداعين، وما تزعلوش لو حد خدعكم، لان الحقيقه ده مش عيب فيكم، ده عيب فيهم هم، لانهم هم الناس الحقير، هم اللي بشر حقيره، مش انتوا الناس وحشين. اللي يخدعك بيخدع نفسه الحقيقه، وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. اشكركم على حسن المتابعه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود، ودول كلمتين من القلب. مساء الفل.